السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في محل الشيخ العطارين، قناة العشاب الصغير. النهاردة هنتكلم عن حدث عارض وهو بيحدث لأي حد في أي وقت، اللي هو الإمساك. الإمساك النهاردة بقى ملازم أطفال كبار صغيرين بسبب سوء الهضم والأكل التكاوي وبعض المشاكل اللي بنتعرض لها بسبب القولون برضو العصبي، الضغوط اليومية. كل ده بيؤدي إلى حدوث الإمساك. مش دي الأعراض اللي احنا هنتطرق ليها، ولكن احنا هنعمل مقارنة ما بين حاجتين بيسهلوا الإمساك أو بيحلوا الإمساك. أغلب العطارين عارفينها وبيتعرضوا لها يوميا، وهو السنامكي والراوند. طيب إمتى نعرف نستخدم السنامكي وإمتى نستخدم الراوند؟ هنعرف من المقارنة دي بينهم بالاتنين ونقول بسم الله. أول حاجة السنامكي من الأعشاب المرة القوية، السنامكي من الملين القوي اللي هو ما بيمسكش البراز. الإسهال يعني ممكن يحدث إسهال بطريقة قوية، مدته ممكن توصل ل 8 ساعات و10 ساعات و12 ساعة مستمرة في المعدة. هو من الأعشاب اللي أنا أقدر أتحكم في وقتها، لأنها ما بتقدرش تعمل مفعول، أو بما إن هي ما بتتهضمش، ملهاش علاقة بالهضم، فبتقدر تستمر مثلا 10 ساعات 12 ساعة قبل للزيادة. السنامكي بيحتوي على مادة ايكولاي، دي تعتبر في مضمونها مادة سامة، فبتعمل على نرفزة المعدة، بتهيج الأمعاء، بتعمل اضطرابات في عضلات المعدة، فده بيؤدي إلى خروج البراز بشكل سلس أو لين زيادة عن اللازم، اللي احنا بنقول عليه الإسهال. طيب ما ينفعش ناخد السنامكي لمدة تزيد عن 10 أيام، لان ده بيضعف المعده وبيضعف عضلات المعده، وده السبب اللي بيرجع لنا فيه الناس الكبيره تقول لك انا باخد السنامكي بقالي 10 15 يوم او اتعودت عليه فما عادش بيعمل معايا نتيجه، شوف لي حاجه اكبر من كده. هو ده فعلا الوضع، لان هو اضعف عضلات المعده نهائيا، فبالتالي ما عادش فيه انقباض وانبساط للقولون، ما عادش فيه عمليه اخراج كويسه. قلنا في الاول ان السنامكي لا يؤخذ منفردا، لان هو عشبه قويه مسهله، فانت بتحتاج معاها حاجات كمان طاردة للريح علشان ما يحتفظش بالبراز، ما يخرجش، او المادة العافية تخرج وتفضل الريحة بتاعتها موجودة في المعدة. فانت محتاج حاجة تخرجها، مثلا زي الزنجبيل، زي القرنفل. فانت بتعمل خلطة مثلا من السنامكي مع الجنزبيل مع القرنفل، وبتبقى مادة مسهلة لعملية البراز. اخر نقطة بقى معانا بالنسبة للسنامكي، ان السنامكي ما ينفعش يتاخد وفيه انسداد معوي، لانه بيعمل ضغط قوي جدا على الامعاء واضطرابات معويه ممكن نروح بقى للراوند. الراوند ملين قوي، بالاضافه ان هو يحتوي على حموضه التنك، فبيؤدي الى امتساك البراز، يعني بيبقى مش زي السنامكي، ما بيبقاش طري قوي، لا بيبقى متماسك. حموضه التنك بتطلع براز متماسك، فانت ما بتقلقش وقت ما بتاخد مثلا الراوند وعاوز تعمل حمام، تقدر تمسك نفسك تروح حمام ترجع، مفيش اي مشاكل. من ميزات الراوند ان هو كمان ما بيحتاجش مواد طارده للريح معاه، يعني هو بيستخدم بمفرده مش زي السنامكي لازم تضيف معاه حاجات طارده للريح. تعالوا بقى نتكلم عن الراوند من الملينات القويه، بالاضافه ان هو بيحتوي على حمض التنك، فبالتالي البراز بيحصل تعادل ما بين الملين وما بين المواد القابله، فيخرج البراز بطريقه قويه، ما هوش مش لين ولا طري قوي زي السنامكي. دي الحاجة التانية، الراوند ما بيحتاجش بيتاخد معاه اعشاب تانية، هو بيتاخد لوحده، يعني مش بيحتاج حاجة طاردة للريح ولا حاجة. لا، الراوند فيه كمان ان هو بطبعه فيه مواد القابضة دي بتقضي على القرح والالتهابات اللي موجودة سواء في الفم او في المعدة، ودي بتبقى حاجة كويسة ان انا بضرب عصفورين بحجر واحد، لان غالبية برضو المشاكل بتاعة الامساك بتبقى جاية بداية من الفم، التهابات والقرح والبكتيريا اللي بتنزل المعدة، والمعدة اللي هي بتبوظ الخمير، والبكتيريا النافعة اللي موجودة في المعدة بيؤدي الى حصول تعفن وحدوث امساك. نفس الترتيب ده، فانا لما باخد الراوند بيعمل معايا مواد قابضة بيقتل البكتيريا والفيروسات الموجودة في الفم. نيجي بقى للنقطة الأخيرة بالنسبة للراوند. الراوند لا يستخدم مع الأشخاص الذين يعانون من النقرس ومشاكل الكلى، ودي آخر نقطة. تعالوا بقى معايا نجمع الفرق ما بين الاتنين. إن السنامكي ملين قوي جدا، بيقعد ل 8 ساعات ل 10 ساعات 12 ساعة ممكن يقعد في المعدة ملين للبراز. الراوند على عكس كده بيتاخد لوقته،
الراوند لو انا كترت منه بيحدث معايا عمليه تليين، لو انا قللت بيحدث عمليه انقباض بسيطه، او بيحصل لو انا مثلا عندي اسهال هو يوقفه، فهو بيشتغل على الحالتين. السيناميكي ما ينفعش يتاخد لوحده، السيناميكي لازم يتاخد معاه حاجات طارده للريح زي الزنجبيل والقرنفل. الراوند لا. السيناميكي غير امن على الاطفال بسبب نسبه السميه اللي هي موجوده فيه. هي مش سميه عاليه أوي ولا حاجه، بس بتنرفز المعده وبيحدث عمليه مغص شديد ممكن تألم الاطفال، لكن بالنسبه للكبار ممكن يقدروا يستحملوها. الراوند امن على الاطفال، ما عندوش اي مشاكل. السيناميكي ما ينفعش يستخدم لاكتر من 10 ايام، لانه هو بيؤدي الى ضعف عضلات المعده، على العكس من الراوند ان هو امن وخصوصا على الاطفال، فبالتالي مفيش منه مشاكل زي اللي بتحصل من السيناميكي. كده يبقى احنا لمينا الموضوع، عرفنا امتى نستخدم السيناميكي امتى نستخدم الراوند، وكل واحد على حسب هواه. دمتم في صحة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.